هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري، منبر الحزب وصوت المستضعفين من أبناء شعبنا، يأتيكم في أيام الاثنين والجمعة باللغة العربية، وكذلك أيام الثلاثاء والخميس باللغة التجرينية من كل أسبوع من إعداد مكتب إعلام الحزب. تتابعون أولى فقرات بثنا اليوم الجمعة 30 من أغسطس 2019، النشرة الإخبارية، ثم تليها دائما فقرات من التقارير والتعليقات واللقاءات السياسية التي تسلط الضوء على مجريات الأحداث في داخل إريتريا وخارجها، وكذلك التطورات الداخلية في حزب النهضة الإريتري. وقتا طيبا وسعيدا نتمناه لكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم مع فقرات بث القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري. أما الآن ندعوكم لمتابعة نشرة الأخبار، وهذه عناوينها. المكتب التنفيذي لحزب النهضة الإريتري يعقد اجتماعه الدوري السادس. مختص بشؤون اللاجئين يطالب بضرورة العمل في إريتريا لدعم الحق الفلسطيني. سفارة النظام القمعي الإريتري تدعو لعقد سيمينار بالخرطوم ومواجهات في الحدود السودانية الإريترية. المؤتمر الدائم للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية يحث النظام الإريتري على إعادة النظر في حرمان البطريرك أنطونيوس. الخارجية الأمريكية تقول إن حكومة فورقه لا تستوفي التزاماتها في ملاحقة المتورطين في عمليات الاتجار بالبشر من مسؤولين حكوميين وضباط جيش. وزير خارجية النظام القمعي الإريتري يتعرض لتجاهل رسمي في سويسرا. كانت هذه عناوين النشرة وتتابعون تفاصيلها عقب هذا الفاصل القصير من صوت حزب النهضة الإريتري. أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في صوت حزب النهضة الإريتري، وإليكم نشرة الأخبار. عقد أعضاء المكتب التنفيذي لحزب النهضة الإريتري اجتماعهم الدوري السادس في 23 من أغسطس 2019. في مستهل الاجتماع تحدث الأستاذ عبد الرحمن طه رئيس الحزب متناولا الظروف الراهنة التي يمر بها شعبنا الإريتري ووضع قوى التغيير من أجل العدالة والديمقراطية والحراك الجماهيري المتنامي بالداخل والخارج، ومساهمات الحزب التي تشهد تزايدا من أجل إنقاذ الشعب والوطن. وقال بأن عقد الاجتماع الدوري السادس يأتي في ظروف تشهد فيها البلاد مؤامرات ومكائد يقوم بها النظام ضد سيادة الوطن تحت عباءة السلام مع الجارة إثيوبيا التي تتم بمعزل عن الشعب الإريتري وهمومه وشجونه. وقال بأن هذا الوضع يتطلب تضافر الجهود من كافة قطاعات الشعب وقواه الحية المناضلة، مؤكدا بأن الحزب سيستمر في مساعيه الرامية لجعل أرضية المقاومة صفا واحدا في مواجهة صلف النظام والتسريع في وتيرة العمل النضالي، مما من شأنه التعجيل بإسقاط النظام. وتقدم بالشكر لأعضاء المكتب التنفيذي وجميع عضوية الحزب على جهودهم وإخلاصهم. وقال بأن النتائج التي تحققت جاءت نتيجة لتماسك عضوية الحزب والتلاحم ما بين القيادة والقواعد وأسلوب الممارسة المرتكزة على الشفافية والمساءلة والديمقراطية. هذا وسيستمر الاجتماع في عقد جلساته لمناقشة تقارير الأداء وقراءة وتقييم الأوضاع المستجدة على كل المستويات داخل الوطن ومعاناة الشعب في الداخل والخارج والمحيط الإقليمي الدولي، وخاصة التطورات المتلاحقة في البلدان المجاورة. وسوف يقدم المكتب التنفيذي مخرجات اجتماعه إلى اجتماع القيادة المركزية الذي سيعقد عقب انتهاء جلسات المكتب التنفيذي.
وجهت سفارة النظام القمعي الإريتري بالخرطوم دعوة إلى الإريتريين بالعاصمة السودانية وضواحيها لحضور سيمينار يعقد في 23 من أغسطس 2019 يخاطبه القائم بأعمال السفير إبراهيم إدريس. من جانبهم شن ناشطون إريتريون حملة ضد السيمينار المذكور في وسائل التواصل الاجتماعي دعوا فيها إلى مقاطعة مناشط السفارة والتصدي لها. من جهة أخرى أوردت وكالة زاجيل الإريترية للأنبازينا معلومات تحصلت عليها من مصادر إريترية معارضة تؤكد حدوث مواجهة مسلحة في الحدود في 20 من أغسطس 2019 بين جنود سودانيين وجنود إريتريين من حراس الحدود باتجاه منطقة جلسة بولاية كسلا شرقي السودان. أسفرت حسب المصدر عن جرحى من كلا الطرفين، ولم يؤكد المصدر عن الأعداد. وأضاف المصدر أن إطلاق النار بدأه الطرف الإريتري ورد عليه الطرف السوداني في مواجهة لم يتم التخطيط لها وإنما كانت مفاجأة وغير متوقعة. وقال معارض إريتري لزينا إن النظام القمعي الإريتري يسعى دوما لزعزعة الأمن في الولايات الشرقية السودانية، وذلك بدعم كل شغب أو خصومات تحدث بين مكونات ولايات الشرق الاجتماعية بهدف الإخلال بالأمن. وأضاف المصدر أن المعارضة الإريترية رصدت عناصر للنظام القمعي الإريتري دخلت بأعداد كبيرة إلى الأراضي السودانية لتعقب الهاربين من جبروته وكذلك المعارضين الإريتريين ولتحقيق أهداف أخرى داخل الأراضي السودانية. وعلى صعيد آخر أكدت مصادر عليمة لوكالة زاجيل الإريترية زينا أن النظام الإريتري فرض تسعيرة جديدة للسلع لا تتوافق مع شح المواد التي تدخل البلاد بالتهريب، ويتعرض فيها التجار لصعوبات الطريق وغيرها مما يضاعف من أسعارها. وأضافت المصادر موضحة أن سعر الماعز 500 نقفة إريترية في التسعيرة الجديدة المفروضة، بينما السعر الحقيقي 2000 نقفة إريترية، مما يدل على أن النظام اتخذ تلك التسعيرة مبررا لمصادرة أموال التجار بتهمة المخالفة، وبموجب ذلك تمت مصادرة بهائم من المواطنين. من جهتهم عبر التجار عن استيائهم عن سلوك النظام القمعي الإريتري الذي لا يقدر مصلحة شعبه، كما لا يقوى على استيراد السلع بالطرق الشرعية لسوء علاقاته مع جيرانه، أو يترك المواطنين يبادرون بجلب السلع عبر التهريب لتوفير احتياجات المواطن من السلع الضرورية. طالب الدكتور فوزي عوض المختص في شؤون اللاجئين ووكالة القوس بضرورة العمل نحو بلورة الرأي العام في دولة إريتريا لدعم الحق الفلسطيني والقضية الفلسطينية، خوفا من محاولة الحكومة الإسرائيلية التأثير على رئيس اللجنة السياسية في الأمم المتحدة الخاصة بمنح التفويض لوكالة القوس وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين السيد دخلآب إريتريو الجنسية، ومحاولة التأثير على توصية اللجنة الدائمة المؤيدة لمنح التفويض. وقال الدكتور عوض إنه بعد الاطلاع على الخطة التي أعدها أحمد أبو هولي لدائرة الشؤون والتي تم اعتمادها من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والخطة التي أعدها الأستاذ ناهض زقوت حول برنامج العمل لانتزاع التفويض من الأمم المتحدة والحفاظ على بقاء قضية اللاجئين في أولويات المؤتمرات الدولية تعتبر مهمة ومحكمة بشكل جيد. وأوضح المختص بشؤون اللاجئين أن لجنة المسائل السياسية المختصة بمسألة التفويض والعجز المالي والاحتياجات اللجنة الرابعة، والتي ستنظر مباشرة في جدول الأعمال المتعلقة بوكالة القوس وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي يرأسها السيد دخلآب إريتريو الجنسية، والتي تعتبر إريتريا من أكثر الدول الأفريقية المساندة للحكومة الإسرائيلية. وأضاف أن إسرائيل نجحت في التغلغل في الدولة الإريترية والتي تعتبرها قلعة صهيونية لها في القارة السوداء، مع وجود قاعدتين إسرائيليتين منهما
قاعدة جمع معلومات وقاعدة لتزويد القواصات الألمانية. وأضافت صحيفة دنيا الوطن نقلا عما ذكرته المصادر الصحفية أن الحكومة الإسرائيلية نجحت في زج كبار ضباطها كمدربين للجيش الإريتري والشرطة، مع وجود ما يقارب 500 مستشار وخبير عسكري وفني إسرائيلي يمارسون عملهم في إريتريا. نشر موقع وزارة الخارجية الأمريكية خبر تحت عنوان: وزارة الخارجية الأمريكية جهود حكومة إريتريا على إنفاذ القانون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لا تذكر. وورد في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أنه لم تبلغ الحكومة الإريترية عن أي تحقيقات أو ملاحقات أو إدانات للمسؤولين الحكوميين المتورطين في عمليات الاتجار بالبشر، حيث أشارت المصادر أيضا إلى أن الضباط العسكريين الإريتريين ربما يكونون متواطئين في التهريب وفي جرائم الاتجار خلال الفترة المشمولة بالتقارير السابقة، حيث كان قد زعمت تقارير غير مؤكدة أن الحكومة الإريترية ألقت القبض على 44 مسؤولا عسكريا بتهمة التآمر على تسهيل عمليات الهجرة وربما الاتجار بالبشر. الجدير بالذكر أن إريتريا صنفت في المرتبة الثالثة ضمن الفئة الأدنى في تقرير وزارة الخارجية لعام 2019 في تصنيف الدول التي لا تفي حكوماتها بكامل المعايير الدنيا لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر لعام 2000، ولا تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك. وأضافت أمانة الإعلام بجبهة الثوابت الوطنية الإريترية معلقة على الخبر بالقول: يبدو أن نظام فورقي وقع في شر أعماله، حيث كشفت كل ألاعيبه ولم تعد تنطلي على العالم، ونأمل من الاتحاد الأوروبي أن يتحرك أيضا على نفس المنوال، حيث لا تفيد الإقراءات مع نظام فاشل بطبيعته هي الاحتيال والغش ولا يصدق في تعهداته الدولية. نشرت بعض وسائل الإعلام السويسرية في 21 من أغسطس 2019 خبرا تحت عنوان: إريتريا تتجاهل سويسرا، يفيد أن وزير خارجية النظام الإريتري عثمان صالح قام بزيارة إلى سويسرا في الفترة من 16 إلى 22 من يوليو 2019، التقى خلالها منسوبي النظام بسويسرا ومؤيديه. السلطات السويسرية تجاهلت طلب الوزير الإريتري لإلقاء مسؤولين سويسريين وقابلته بجفوة، وذلك لأنه أتى دون إشعار ودون موعد، كما أنه لم يستجيب لدعوة كان قد قدمها له في الصيف الماضي المستشار الاتحاد السويسري إيجانزيو كاسيس. وأضافت وكالة زاجيل الإريترية للأنباء زينا نقلا عن مصدر سويسري إن السويسريون كثيرون عابوا على الوزير الإريتري طريقة دخوله البلاد وطريقة تواصله مع الجهات الرسمية بعد الوصول والقيام بأنشطة مع مواطنين إريتريين مؤيدين للنظام دون اكتراث للطلب السويسري الرسمي في الوقت المناسب. عبر المؤتمر الدائم للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية عن قلقه وحزنه لقرار ما تبقى من المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية التوحيدية الإريترية بإعلان أن البطريرك أنطونيوس محرطق ويتم طرده من الكنيسة، وعليه يطالب المؤتمر بأنه يجب إلقاء هذا القرار الذي يصفه المؤتمر بأنه تم تنفيذه بناء على طلب من الحكومة الإريترية، وعودة البطريرك إلى منصبه، لأن طرده كان بدون محاكمة كنسية رسمية يقدم فيها قداسته دفاعا ضد التهم الموجهة إليه. جاء ذلك في خطاب وجهه المؤتمر إلى جميع الأساقفة والكهنة والمخلصين من الكنيسة الأرثوذكسية توهادو الإريترية. تضم الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية الكنائس الأرثوذكسية في كل من إريتريا وإثيوبيا ومصر وسوريا وأرمينيا والهند، ويقدر عدد أعضائها بما يتراوح بين 60 إلى 70 مليون عضو، على الرغم من أن الرسالة قد تم توقيعها من قبل جميع أعضاء المؤتمر الدائمين بما في ذلك إثيوبيا منذ أكثر من شهر، إلا أنه لم يتم نشره أو
إصداره كخبر لوكالة الأنباء دون سبب واضح. وأضافت أمانة الإعلام بجبهة الثوابت الوطنية الإريترية التي نشرت الخبر نقلا عن موقع إريتريا ديجست معلقة على الخبر: إن قرار المجمع الكنسي الدولي الذي يضم الكنائس الشرقية في هذا التوقيت يعتبر تصعيد كبير ضد نظام أفورقي في إريتريا الذي بات محاصرا بجملة من المتاعب التي حاول أن يتفاداها عبر عمليات التطبيع مع إثيوبيا، لعل وعسى أن يفلت منها ويتم قبوله كما هو بكل أساليبه القمعية دون أن يغير من سلوكه ونهجه الدكتاتوري. ونتوقع مزيدا من المتاعب التي سوف يواجهها لا سيما بعد نجاح الثورة السودانية. بنهاية هذا الخبر مستمعينا الكرام نصل بكم إلى ختام نشرتنا قدمناها لكم من صوت حزب النهضة الإريتري. نجدد لكم التحية مستمعينا الأعزاء من القسم العربي في صوت حزب النهضة الإريتري. وفيما يلي تتابعون مقالا بعنوان: بعد مرور عام على اتفاق المصالحة، مستقبل السلام بين إريتريا وإثيوبيا، بقلم صفاء عزب، ونشره موقع الصومال الجديد. قبل 12 شهرا لم يكن لأكثر الناس تفاؤلا أن يتوقع إتمام اتفاق المصالحة والسلام وعودة العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا بعد تلك الزيارة التاريخية الشهيرة بمبادرة شجاعة من رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد آنذاك أبي أحمد، والتي عاقبتها زيارة من الرئيس الإريتري إسياس أفورقي لدولة إثيوبيا وسط أجواء احتفالية كبيرة وفرحة عارمة غمرت شعبي البلدين في ظل أحلام وطموحات عريضة بعد سنوات الحروب والمقاطعة التي امتدت لعقدين من الزمان، وتسببت في خسائر كبيرة وفي قمة السعادة باستعادة الرحلات الجوية وسبل الاتصالات المتبادلة والتفاؤل بمزيد من التطورات الإيجابية لشعبي البلدين، خاصة من يعيشون في المنطقة الحدودية المشتركة. ظهرت بوادر سلبية للتراجع في العلاقات الثنائية من جديد، بدأت بغلق معبر زالمبسا وباقي المعابر الحدودية بين البلدين وسط صمت غير مفهوم ومتزامن مع عدم حدوث تقدم في المجالات الاقتصادية وتباطؤ في حركة التجارة المشتركة، وهو ما أوحى بوجود فتور في روح السلام التي سادت في أعقاب اتفاق المصالحة، وعلق عليها الجميع آمالا كثيرة لتحسين الوضع والتخلص من حالة اللا سلم واللا حرب بين الجارتين الأفريقيتين. في 9 من شهر يوليو من عام 2018 وقعت كل من إثيوبيا وإريتريا إعلان اتفاق المصالحة والصداقة لطي ما يقرب من 20 عاما من الخصومة. وبموجب هذا الاتفاق كانت هناك 5 ركائز لتفعيل المصالحة، حيث نص على إعلان
نهاية الحرب بين البلدين وتعزيز التعاون بينهما في شتى المجالات بما فيها السياسية والأمنية والاقتصادية. كما نص الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية والاتصالات ورحلات النقل والتجارة بجانب تنفيذ قرار ترسيم الحدود وترسيخ أسس التنمية والتعاون الإقليمي. وفي شهر سبتمبر عام 2018 افتتح أحمد وأفورقي الحدود المشتركة في منطقة زالمبسا. كما تم افتتاح السفارة الإثيوبية في العاصمة الإريترية أسمرة. وبعد مرور عام على اتفاق السلام الإريتري الإثيوبي تسود مشاعر القلق الشعبي والإقليمي من مخاطر التراجع وانطفاء وهج السلام في منطقة القرن الإفريقي، خاصة في ظل تأثيره على دول المنطقة ودوره المهم في دعم مناخ السلام والاستقرار بالمشرق الإفريقي. لقد كان من المفترض بموجب هذه الاتفاقية أن يتم تأسيس لجنة مشتركة رفيعة المستوى لمراقبة تنفيذ بنودها، إضافة إلى إنشاء مناطق اقتصادية خاصة مشتركة، باعتبار أن التعاون الاقتصادي أحد المحركات السياسية لتفعيل اتفاق السلام بين البلدين. إلا أن هذه الأمور لم ترى النور بعد، ولا زال هناك العديد من القضايا المشتركة ذات الصلة باتفاق السلام شبه متوقفة، الأمر الذي ساهم في انتشار الشائعة القوية حول وجود توتر في علاقة إريتريا وإثيوبيا، وأن مؤشرات المصالحة بينهما ليست على ما يرام. ولا شك أن استمرار قلق المعابر الحدودية يعد أيضا من أهم المؤشرات المثيرة للقلق. وأصبح التساؤل الملح هو: هل تراجع السلام بين الجارتين في منطقة القرن الإفريقي؟ حتى سبتمبر عمل لاي الجمعات قلدي ما تتذكر. حتى سبتمبر عمل لاي الجمعات حامد إدريس عواتق رحيا لاي برهاننا شمعات قالوا تاريخ وخبر كل الدنيا سمعت. حتى سبتمبر من لك بريا لولادة ترى أسر حيدة لبلو أسك أوال الأنسات ميدان كريا لا تعرف على عريا وتفايدهم خير أيام الله حريا لا طلقت شرف عزت مروات سبقنات حقر أفقريا خير أيام الله يوم حتى سبتمبر جمعتا ديب الدنيا نقمة لقالوا تلا سمعتا في الراس ولادو عروا وحرام النمدنا ولا بيتو لدافأت لكدنا ودبعتا ندى الأمان تأنبتا شعبنا ولادو وصورته حق فيا وبفرحت ولد كبتا سسا وحتى يوم حتى شهر ساعة كل تاريخنا لتكتب لتقرأ تاريخ حتى سبتمبر حموم زهاي مريت أترسع سسا وحتى يوم حتى شهر ساعة قابل تكتب لتقرأ لتذكر العالم كل ألا تلدي بحضرنا تفكر قابل تاريخنا اقل كل الآمر لتكتب لتقرأ اقل اللي عمل إلا قل تاريخ لترسع لتساقع اقل اللي عمل إلا قل تاريخ لترسع لتساقع وحنين أمر ومنه لتبرع قابل تاريخنا اقل كل الآمر لتكتب ولتقرأ تهيبات تاروحات دم لهبات مثل سفرة وعرقان قال عول قيم يبيلو ملحتي حقاي وأول آبت هيبات قال عول آب جلاب عردو وعردو الدبع كدن حرا واري كرا قل أوريت قبرا حق مرير قد لولادو تعوته وتحررت العدنا كلها من أباي وقتينا أسمرا ولاد عواته وتفايدهم عدوهم حرروا تعوته
أباينا كل العالم دي امتوس هايدوم تعوتوا ولاد فايدوم فادموهم قايدوهم آسروهم كمنا وايدوم آبا تعوتوا ولاد فايدوم آبا تعوتوا أسمر اندقنا دلأتوا تعوتوا من حكك من تاريخ من طوطويت حكك من لترسعوا تاريخهم لفراس لفكا من لترسع تاريخهم لفراس لفكا لتاريخ ودو هتو ولا ملهيام واحد اندي فناتو واحد اندي ونو لغلطان دل أردع ولا آكا كيتت لأسنو جيسو من الدنيا رأسهم بصوتهم راقع متنتهم قل أبايوم اندي دنو تاريخهم يكون تاريخ بيلك تيلك دققنا بلك سيرقاي وحسايا ويلك تاريخهم يكون تاريخ بيلك تيلك دققنا بلك سيرقاي وحسايا ويلك تاريخ شعب سبدين اسلامي وكستيناي كلوت الامورام بامانات الامر لا حسد ولا خيانات فطرتهم حفظام توم ديب عاداتهم ولا كلا ديانات بدير تتأمر بأرض الصدق لراية لعل وقلت ديما يتبل دي مدر ودق آبا بدير تتأمر إريتريا بأرض الصدق كلينا حتى إذا نقبع شعبنا من لهم طيلمات أمانات قل نحرروه حتى إذا من إنقبع أزيما كما قدامي أو كم بدير لطيل ماي أباينا إيطاتو إنسابروه كلينا حتى إذا نقبع شعبنا من لهم طيلمات أمانات قل نحرروه حتى إذا من إنقبع أزيما كما بدير لطيل ماي أباينا إيطاتو إنسابروه الشاعر الحميد محمد لندن وهذا مذكرم تاريخ البلد كي كالتينا بدلنا خلد وهذا مذكرم تاريخ البلد كي كالتينا بدلنا خلد واوي مكان بكبوس حلو مسكين مغامر مكان يبلو سنانا عادي غوب خلو سنانا عادي غوب خلو وفيما يلي تتابعون مقالا بعنوان هل من سبيل إلى نقد الذات بقلم الأستاذ صالح كرار من منبر الحوار. يعرف العمل السياسي بالديناميكية والحركة المستمرة والتغييرات المفاجئة مثل مناخ الخريف الذي يتموج ويتقلب بين مشمس وغائم وممطر، ولكنه في ساحة تنظيماتنا مناخ صحراوي دائم الحرارة والجفاف. ليس هذا من باب التجني، ولكننا للأسف ننتظر الأحداث يفتعلها غيرنا ونؤمل أن تكون لنا وسيلة وأداة، مع أنه أيضا للأسف هناك من يسعى اليوم أن يجعل من المعارضة ملحق بالنظام وصفحة أخرى أو وجه آخر له.
ويؤكد إنها في جملتها معارضة ونظام سبب شقاء الشعب وبعثرة قواه الوطنية وتردي حال البلد. إن نشاط هذه التنظيمات وعملها المترهل هو ميزان الحكم عليها في جملة الفترة السابقة. رأيناها تستبعد من جهات مجهولة الخلفية والمرجعية مبهمة، العمل والأهداف تستبعدها من كل نشاط مصيري للمعارضة أو البلد على حد سواء، حتى لا يكون لها قرار فاعل، وحتى ترضى بكل شكل معد وإن غابت، وتختبر في الهرولة في النداءات الجوفاء الخاوية. قد يكون لها القراءة السليمة لما يجري ويروح، ولكن الخوف من العزل والاستبعاد والخوف مما يحاك من بعضها لبعض يضعها جميعا في ساحة الهرولة، فضلا عن الركون إلى واجهات جامدة أو خاملة في التفاعل فيما بينها أو التنسيق لا تسمن ولا تغني، مما جعلها في دائرة الشك وجودا. ومن باب أولى أن يقيم عملها المحدود بالعدم. ويشمل عندي مفهوم التنظيمات الوطنية تنظيمات الحركة الإسلامية أيضا، لأنها تحمل في الأساس شعار إصلاح الوطن لجميع المواطنين وإيجاد وطن العدل والمواطنة والكرامة دون فرز. وإن تشبثت ببعض الشعارات الإسلامية، إلا أنها في جانب التقييم العملي ليس إلا تنظيمات وطنية صرفة، وعليها قراءة واقعها قراءة جديدة وتجديد وسائلها وخطابها بما يتناسب والمرحلة، دون أن يعني ذلك طلب لتغيير جلدها، فلكل مقام مقال. بالمقابل هناك محاولات إصلاحية للنظام أو محاولات تغيير النظام من قبل جهات يعنيها ترتيب وتهيئة خلفه، سلبية أو إيجابية، لكنها بعيدة عن طموحات المسلمين. وهناك اليوم محاولات للسطو على مكتسبات المعارضة النضالية وخطف إنجازها عبر نضالها المرير والطويل، وفعل ما فعل حزب الشعبية على جبهة التحرير والجبهة الشعبية لتصبح المعارضة ضيوفا على من سرق جهدهم. أو بمعنى آخر، هناك تحركات مختلفة سرية وعلنية لتغيير النظام، وهي تعرض نفسها على الساحة للتعريف بأنها رائدة التغيير المنشود، وتنشر نشاطا لنضال مدني ميدانيا يعرف بدورها العملي في التغيير، والذي لا يختلف عليه إن الساحة ميدان مفتوح للجميع، وأن الذين يعملون بجد واجتهاد سينالون نصيبهم الأوفر من النتائج، وأن الذي بيده القلم والكراس سيسجل من يشاء أو يمحو ويزيل. فربما دفعت تلك النتائج المعارضة الوطنية إلى المربع الأول كلها أو بعضها، وتكون من الكوارث التي ساهمنا فيها على أنفسنا. فإن كان هذا باب من أبواب اضمحلال هذه التنظيمات وبعثر جهدها، هناك باب آخر يكون من فعل الشباب المسلم بتجاوزها وتنشيط دورها بعيدا عنها، وبناء هياكل جديدة تستبعدها وتهمشها، وفي كلا الحالتين تتحمل مسؤولية تهميشها مهما ادعت من تظلم. لم تعد اليوم تمر الخدعة حتى على البسطاء في ظن أن إريتريا وطن للجميع، وأن حكمها بيد أبنائها، والشباب المسلم خاصة مدرك بوعي أن النظام الحالي عنصري جهوي ليس في تصوره الغريب والبعيد البعد الوطني الشامل، وبالتالي تنشيط العمل الوطني والتحرك الجماهيري أمر قائم ومتوقع، أي كانت الوسيلة تقليدية أو مستحدثة، وحيث إن التغيير من سنن الله الكونية لا محالة قادم طال أمده أم قصر.
مع أن الأوضاع في الداخل من ترد إلى تردي، والشعب الذي ما زال يعيش حالة ثورة حتى الآن شعب منهك ومرهب مضطهد أكثر مما اضطهد في عهد الاستعمار، لا حراك له سوى تأييد كل من يأتي حاكما، لكنه إذا استنهض واطمأن إلى العمل الجاد فهو صاحب المعاناة الحقيقية والباحث عن الخلاص. فهل سننتظر الأحداث يحركها غيرنا كما ننتظر المطر للزراعة ثم نتزاحم عليها تقربا، أو نتجزأ بين مستبشر بها ومتردد ومقدم ومدبر، أو نعمل على تعطيل من يعملون وتثبيتهم على أنه عمل محتكر إقصائي حتى وإن كانت نتائجه هي من صلب أهدافنا؟ إن الساحة الإريترية بجد الآن مقبلة إلى مرحلة جديدة، فالأحداث من حولنا في إثيوبيا والسودان والشرق الأوسط وإفريقيا لا شك أن لها صدى، وأن معاناة الإريتريين أكبر من معاناة كل تلك الشعوب، وبالتالي إما نواكب وإما سيطرحنا الواقع المتغير خارج الحلبة. ولذلك يقول الأستاذ صالح كرار في مقاله هذا: اقترحوا حسب رأيي المتواضع ما يلي: إبقاء المجلس الوطني مظلة شاملة مع العمل على تفعيل دوره. في المجلس الوطني تنظيمات تحمل طموح التغيير، وأخرى تحجز مقاعدها إلى حين الربيع. لذلك إن العمل الفاعل يكمن في تحرك التنظيمات وتغيير برامجها وتفعيل جماهيرها مع الاعتماد على قدرتها المادية المحدودة. تغيير شامل لهياكل وأنظمة التنظيمات بشكل حديث، والأفضل أن نتحول إلى أحزاب، والخروج من الخندق التنظيمي إذا صح التعبير إلى ساحة العمل الوطني مهما كانت النتائج، بإيجاد جبهة متحدة كمرحلة أولى توحد هياكل العمل الميداني أو تنسق بينها. توحيد الموقف السياسي للتنظيمات التي تشكل هيكل المعارضة الأساسي منذ البدء، وتوحيد الحكم على كل ظاهرة جديدة في الساحة بعد دراستها وتقييمها تقييما أمينا ومنصفا، لأن تقييم الإجماع يجذب الاختلاف ويبعثر المواقف، وبعثرة المواقف وهي مرحلة مهمة جدا من مراحل توحيد القرار. استحداث وسائل أمنية تحفظ العمل من الاختراقات والتنسيق الأمني بين الجبهات العاملة. إيجاد خطاب تعبوي جديد بتفعيل الإعلام الشعبي والمكتوب والإلكتروني. تنشيط دور الشباب وإعطائهم فرص إدارة العمل والتخطيط له مع توفير الدعم اللازم لهم، حيث إنهم أنقياء من الترسبات التنظيمية، وإن ساحتهم مفتوحة دون حواجز مع أقرانهم من الشباب، وهذا سيؤدي إلى وجود قوة وطنية موحدة فاعلة وعمل جاد متقدم. التواصل مع القوى الوطنية الجديدة وإيجاد لغة مشتركة معها وتشجيعها ودعمها ما أمكن بعد تقييم أهدافها وفهم منهجها. إن كل عمل ليس مبني على الدراسة والعلم لا فائدة منه، لذلك الوصية الأولى والأخيرة هي أن ترجع التنظيمات الوطنية إلى تقييم تجربتها بعلمية وتجرد، وتستشرف مرحلة عملية تتجاوز بها القيود كما فعلت جبهة التحرير الأولى. والله المستعان وعليه التكلان. نزلك يا سحابة وعلي صوتك يا ربابة، نزلك يا
يا سحابة وعلي صوتك يا ربابة شد حيلك يا بلدنا نحن حطمنا العسابة شد حيلك يا بلدنا نحن حطمنا العسابة وعن حقوقك يا وطننا مستعدين للحرابة وعن حقوقك يا وطننا مستعدين للحرابة نحن للحرية راية أسمر ودقينا بابا أسمر ودقينا بابا انتصرنا على عدوك بذخيرته بسلاحه انتصرنا على عدوك بذخيرته بسلاحه الفرح جمع حذيره ما البلد نور صباحه الفرح جمع حذيره ما البلد نور صباحه هيلي مريم ما نفرق وكواريك وسياحه هيلي مريم ما نفرق وكواريك وسياحه نحن في صناع الهزايم كنا بنكدر جراحه كنا بنكدر جراحه مستمعي صوت حزب النهضة الإريتري، يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم على العنوان التالي anp.medias@gmail.com. كما يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن نرد على كل مقترحاتكم واستفساراتكم بكل اهتمام وتقدير. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، متابعي برامج صوت حزب النهضة الإريتري، بنهاية هذه الفقرة نصل وإياكم إلى ختام برامجنا التي أديناها لكم من إعلام حزب النهضة الإريتري لهذا اليوم. مستمعينا الأعزاء، إلى أن نلتقيكم في برنامجنا القادم، نترككم في رعاية الله وحفظه.